في زمن قديم عزيزي المشاهد، عاشت المعبودات على أرض مصر، وزي حال الدنيا قامت خناقة بين ست وأزير بسبب العرش. وست انتهز الفرصة وقتل أزير وجلس على العرش. وفضلت إيزيس تدور على تابوت زوجها اللي رماه ست في النيل، وعبر من فرع التنيسي ووصل لجبيل، وشجرة بلعته. إيزيز وهي في رحلة بحثها وصلت لنفس المكان، ومكان من ملكة جبيل، إلا إنها تأثرت من حزن إيزيز وطبتها، فأهدتها الشجرة المقدسة اللي بتضم زوجها. ومن هنا بدأت العلاقات الطيبة بين البلدين. بالطريقة دي فسر قدماءنا المصريين سبب العلاقة بين مصر وجبيل، وبدأت الرحلة من ميناء مصر إلى ميناء صغير يسمى كبن، أي جبيل. المراكب كانت محملة بهدايا الملك من الحلي وأواني من المرمر وتمائم، وترجع شايلة بخور وأخشاب الأرز. طيب سؤال هنا، ليه المصريين القدماء سلكوا الطرق البحرية رغم وجود طريق بري؟ وده بسبب وجود البدو في المناطق الصحراوية اللي بتعترض طريق القوافل المحملة بالهدايا. العلاقة بين مصر وميناء إشبيل امتدت لأسر كتير، فمثلا الأسرة التانية والرابعة كان ليها آثار في بيبلس، والآثار دي كانت بتحمل أسماء ملكية زي الملك خع سخموي، والملك خوفو، والملكة ميرت إت إس، والملك خفرع، وأواني للملك منكورع. الملك سنفرو في الأسرة الرابعة أرسل لبيبلس 40 سفينة لتحميل خشب من غابات الأرز. أما الأسرة الخامسة عثر ليها على أواني بأسماء بعض ملوكها. الأواني دي كانت من المرمر بأسماء الملك ساحورع. في معبد السيدة بابلس عثر على جعارين ترجع لعصر الملك بيبي الثاني، ده حتى وجد معبد مصري هناك يرجع لعصر الدولة القديمة. معروف لدينا كمصريين قصة سنوهي من الأسرة ال12، ودي قصة مصري سافر لبابلس وتزوج هناك، وفضل فترة من الزمان وقابل أمير ريتنو اللي أغراه بالبقاء وطلب منه التحدث باللغة المصرية واللي بيسمعها من المصريين المقيمين عنده. وكل ده دليل على وجود رسل بين مصر وسوريا وفلسطين. خلال الدولة الوسطى كانت في بعثات وصلت لأماكن تسمى حاليا بيروت، وأماكن قريبة من حمص، ومدينة كانت تسمى أوجريت حاليا رأس شمرة شمال اللاذقية. البعثات دي كانت بتترك آثار ليها تدل على مرورها. في المقابل كان هناك بعثات منهم لينا، وده كان واضح في مقبرة خانوم حتب الثالث، صورة توضح ل37 أسيوي، وده كان في وقت الملك سنوسرت الثالث. ظهرت لينا نصوص من عصر الدولة الوسطى مكتوبة بالهيروغليفية تكريما لسيدة بابلس وأمراء المدينة. وفي آثار أيضا وضحت إن الأمراء قلدوا المصريين في الألقاب وكتبوها بالهيروغليفية، عشان كده لغتهم فيها الكثير من الحروف المصرية اللي أثار تساؤل عند العلماء: هل فينيقيا كانت تدار من القاهرة في عصر الدولة الوسطى؟ بس الإجابة كانت بالنفي، ليقينهم إن العلاقة بين البلدين كانت عميقة ونشيطة وقائمة على الصداقة. صداقة وصلت لحد الإهداءات لأواني وآثار صغيرة لأميرات مصريات، وتمثال مميز لابنة أمن محات الثاني الأميرة أنا.
نحتت لها تمثال على هيئة أبو الهول عثر عليه في حمص، وكان يعتبر أقدم تمثال لسيدة مصرية. يليه في القدم تمثال صغير للأميرة خمنة نفرة حج، وهي أخت سنسرت الثاني. ده غير التماثيل الصغيرة اللي عثر عليها للمعبودات المصرية في شمال الشام، ودي كانت خطوة للتسامح الديني وتبادل العقائد. أوجريت كانت دايما وجهة المصريين في عصر الأسرة ال12، بس بعد كده حصلت موجة من الهجرات كانت جاية من الشرق، وده كان السبب في دخول الهكسوس إلى مصر. وأدمهم السعد ده خلانا نقطع الرحلات البحرية بيننا وبينهم خلال احتلالهم، بس رجعت تاني في عصر الدولة الحديثة، بس على شكل فتح عشان يكون وحدة قوية. الموضوع ما كانش سهل على الأسرة ال18، كانوا بيضطروا أوقات يستخدموا القوة للمحافظة على الوحدة دي. طب ليه نستخدم القوة؟ ما السياسة حلوة. ده بسبب ضعف الأمراء والحكام ولجوءهم للمؤامرات والدسائس، فكان لابد من اللجوء لحملة حربية لتحقيق الاستقرار، زي الحملة اللي قام بيها أحمس ضد ميتاني، وكمان تحتمس الأول والتاني والتالت اللي قام بمعركة مجدو، و15 حملة تانية. وخلال حملاته كان بيقف عند جبيل ياخد بعض الأخشاب، واللي كان واجب لفت النظر ليه إن أمنحتب التاني وتحتمس الرابع وأمنحتب التالت لما كانوا بيقوموا بحملات على آسيا لا كانوا بيمسوا عقائدهم ولا قوانينهم، ولا بيتدخلوا في شؤونهم الداخلية إلا بمقدار، ولا بيمسوا حكامهم الأصليين. وده اللي زاد الود بينهم وبين ملوك مصر. الدبلوماسية المصرية كان نهج قديم لمصر منذ عصر المصريين القدماء. تحتمس الثالث مع حملاته لآسيا كان بياخد معاه وهو راجع بعض أبناء الأمراء الصغار اللي يشوف فيهم القدرة على الولاء، ويعلمهم ويربيهم في البيئة المصرية عشان يدونوا للولاء للمصريين. بس للأسف نفوذ مصر بدأ يقل خلال الأسرة ال18 لسببين. الأول بسبب الثورة الدينية اللي حصلت في عهد إخناتون، وكان منصرف عن أمور الحكم والسياسة. والسبب التاني المؤامرات اللي عملوها الحيثيين ضد النفوذ المصري في آسيا. في الدولة الحديثة سجلت جدران المقابر في طيبة الوفود التجارية والدبلوماسية لبلاد الشرق القديم، والهدايا والجزية المقدمة لملك مصر. الوفود دي كانت بتترسم بملابسهم وحليهم ومصنوعات بلادهم ومنتجاتهم كهدايا للملك. في مقابر النبلاء في البر الغربي في طيبة كان موجود تمثال للبضائع المستوردة من سوريا، زي أواني للزينة من الفضة والذهب وأخشاب الصنوبر وأحجار كريمة وخيول وبعض الحيوانات زي الدب والفيل. وفي مقبرة قن أمون من الأسرة ال18 في منظر لمركب تجارية سورية بتفرغ حمولتها في ميناء مصري على الشاطئ الشمالي. نتيجة الاتصال بين الشعبين طول الفترات دي كانت بدأت الهجرات إلى مصر، منهم على شكل عبيد، ومنهم على شكل أسرى حرب، ومنهم على شكل تجار، ومنهم اللي اتمصر للتخلص من أصله الأجنبي. الملك إخناتون كان أكتر الملوك اعتمادا على العمالة الأجنبية في عهده. تولى دودو مكانة معروفة في بلاط إخناتون، ده غير حرسه الخاص اللي فيه عدد من السوريين والليبيين، وعددهم كان أكتر من عدد المصريين. أما اللي دخل كأسرى حرب
كان بيعمل في المعابد ومشروعات تانية زي الزراعة والبناء والنسيج. ومع مرور الزمن أصبح ليهم أحياء خاصة بيهم. في عهد تحتمس الثالث وجدت أحياء خاصة بالجالية السورية حول معبد الكرنك، وكذلك حول المعبد الجنائزي الخاص بأمنمحات الثالث في البر الغربي في طيبة. والحي ده كان تحت إدارة أحد الأمراء من سوريا. أما في محاجر ترى كان بيعمل الهكسوس، وفي بناء معبد بتاح كان بيعمل الفينيقيين. بس والحقيقة تقال هما كانوا عايشين في سلام وما أثروش في الأوضاع السياسية للبلاد. ومع انتهاء عهد إخناتون رجع سيتي الأول في الدفاع عن الحدود الشرقية ضد قبائل الشاسو في جنوب فلسطين. ورمسيس الثاني قام بحملة ضد الحيثيين وحفر لوحات تذكارية عند نهر الكلب بين بيروت وشبيل ووادي عشر. وملك شبيل في الوقت ده اسمه إحرام، اللي كان بيتكلم اللغة المصرية وبيكتبها هو ورعيته. في الألف الثانية قبل الميلاد الحيثيون وطدوا قوتهم وعرضوا على إخناتون التحالف، وده موجود في رسائل تل العمارنة. وبعدها بدأوا في استغلال عدم اهتمام إخناتون وتوسعوا في سوريا على حساب النفوذ المصري. ورغم طلب ملوك سوريا العليا للنكدة، إن للأسف إخناتون لم يحرك ساكنا. ومع تولي رمسيس الثاني الحكم وتزايد خطر الحيثيين كان لابد من خوض معركة قادش اللي انتهت بمعاهدة سلام. وتزوج رمسيس الثاني من ابنة ملك الحيثيين خاتوسيل الثالث. ولسه عزيزي المشاهد الحضارة المصرية مليانة بالقصص والعبر والريادة في الحكم. والمرة الجاية هحكي لحضرتك عن دولة ميتاني. عرفت؟